حبيبي يا الغالي، صلي على النبي، صلي وحد الله. اسمع العرض وانت هتتبسط، حاجة من الآخر. وشوف، امشي معايا شوية بس، اتفرج عليا شوية كده وشوف. طيب، دول 10 فدادين استثمار، عقدهم نهائي. ميزتهم 10 فدادين، ادي 5 وادي 5. ال5 دول فيهم نخل صعيدي، شايف النخل الصعيدي عامل ازاي؟ كلهم الجزء ده بتاعهم نخل صعيدي، حاجة تبارك الله. مش ال5 نخل صعيدي بس، استنى توضيح. فيهم حوالي فدان نخله صعيدي. فيهم فدان نخل صعيدي والباقي برسيم. باقي برسيم. هنشوف الارض كلها دلوقتي بس عشان الصوره توصل مظبوطه بس. تمام. فيهم فدان معمول نخيل، والباقي الاربعه برسيم حجازي. والخمسه دول فيهم نخيل اها. أي. فين تلاقي شجره نخيل صعيدي، يعني حاجه تبارك الله. والخمسه دول برسيم حجازي. تمام. الطريق دي قاسمهم 5 و5، اخرهم من هناك طريق. تمام. بعد ال5 الناحيه الثانيه الطريق، بعد ال5 الناحيه دي وعلى الرئيسي هنا طريق. الممر الرئيسي اهو. وعلى الاخر ال5 دول برضه طريق كده. الارض في وسطها طريق بين ال5تين، ولافف الارض كلها من بره طريق كامل. تمام. ايوه. ماشي. فيها زريبه بسم الله ما شاء الله، حاجه كبيره مش حاجه صغيره. اهي. تمام. يعني حاجه محترمه يعني. تمام. ده عرض الزريبه وطولها مع الطريق. تمام. المدق ديتي جايبك من الاسفلت، ده من الاسفلت على طول لحد الارض. دي ميه الارض. بص ادي ميه الارض. تعال شوف الميه. بسم الله ما شاء الله. اتفرج على الميه يا عم، اتفرج على الميه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. 10 فدادين على بئر اعماق. عقد نهائي. بئر اعماق. تمام. تعالي هنمشي في الطريق اللي في نصهم، 5 من هنا و5 من هنا. ال5 من هنا فيهم فدان نخيل صعيدي، يعني حاجه تبارك الله. ادينا احنا ماشيين في النص. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ادي احنا كده ماشيين في نص الارض. ادي الجزء اللي على اليمين ادي النخل، والجزء على الشمال ادي البرسيم الحجازي. طبعا على اخر البرسيم من الحجازي ده من هناك في طريق. تمام. وعلى اخر النخل من هنا او البرسيم اللي من الناحيه ده في طريق برضه. تمام. والطريق اللي في النص وعلى اخر الارض من الناحيه دي برضه كمان في طريق. ومن اول الارض من ورايا كده برضه في طريق. صاحب الارض ديت او اصحاب الارض ديت ما كانش متوصيين غير بالطرق. طبعا انت شايف الزراعه، شايف برسيم الحجازي. بسم الله ما شاء الله. حاجه بسم الله ما شاء الله. وشجر حاطينه على البتون. زارعين زيتون. زارعين نخيل زارع صعيدي. ده زيتون ده. في زيتونايه كنت هموت عليها. لا خليك صاحي، مش عايزينك تموت دلوقتي. تمام. بعد كده هتلاقي في النص الثاني في الدراع الثاني هتلاقي نصه قمح. تمام. ومشكلين فيه بصل وفول وبسله وحاجات من ديت، تشكيله خضار كده. مزروع قمح وفول وبرسية وبتاع ده وثوم وبصل. الارض دي نظام الري فيها يا عم عصام. نظام الري في الارض دي ازاي؟ الارض دي على بئر اعماق 750 متر، عمق 750 متر. تمام. ماشي. عليه طاقه شمسيه وعليه مولد. تمام. شفت الميه بتاعته اول ما نزلنا طبعا. بسم الله ما شاء الله، ميه لا حول ولا قوه. الميه دي مش مولد، ده ميه طاقه شمسيه اللي انت شفتها. تمام. ده المولد بيعبي المجرى خالص. احنا اخر النهار احنا بعد يعني التشكيله اللي عاملها صاحب الارض توم وبصل. خيرات ربنا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. عاملها لبيته تشكيله كده حلوه لبيته. ايوه. وده بصل، ده مشتل بصل. ده مشتل عشان هيزرع فيه منه. تمام. وده قمح. تمام. ماشي. وادي ده كله برسيم حجازي. وده برسيم حجازي. ده لسه وش اول. ده طالع فيه. هو بيرشوا فيه شويه قمح كده يطلع مع الحش عشان يدفيه في الشتاء، عشان على ما يتحش اول حش. تمام. ده برسيم مش قمح يعني. تمام. شايف كل نخله تشوف ده طالع بالعفش بتاعه محطوطه نخله صعيدي. طيب. تبارك الله. حاجه بسم الله. نظام التقنين يا عم عصام، قلنا تقنين الارض دي ايه؟ تقنين الارض اللي نظامه ايه؟ ورق الارض. ورق الارض استثمار نهائي، عقد خلصان. عقد نهائي خلص من الدوله. تمام. قلنا الطاقه الشمسيه بتاعت الارض اهيت. ايوه. ماشي. ادي الطاقه، ادي الطاقه الشمسيه. تمام. ماشي. وادي الارض من الناحيه الثانيه، من ناحيه الغرب. طريق. ادي طريق يعتبر دي الرئيسيه. تمام. يعتبر دي الرئيسيه، وفي طريق ثاني والثانيه الرئيسيه برضه. والثاني برضه طريقه رئيسيه. ايوه. تمام. وادي الارض كلها. وادي الارض كلها. ادي من على اليمين، وادي الارض كلها كده قدامك. ماشي. دول 10 فدان.
ايوه تمام. اخرهم العشرة طريق من هنا واخرهم طريق من هنا. أيوة. العشرة برضه موديك على الطريق اللي زي ده الثاني الناحية الثانية. تمام. الارض فيها زريبه، لو عايز تربي مواشي ولا اي حاجه فيها زريبه كبيره. اعمل صمت بس دلوقتي لما نخلص. والارض فيها ايه؟ فيها زريبه. الزريبه تبع الارض طبعا. تكلفه الزريبه طبعا هتكون لوحديها. لا التكلفة مع الارض. مع الارض. مع الارض. تمام تمام، مش ما فيش مشكله كده. الزريبه على الارض تبع البيع. ايوه تمام ماشي. اما انا هقول لك برضه على السعر. احنا بس دلوقتي في هنعرف الآخر. التفاصيل بقى بس السعر. والله حاجة حلوة تبارك الله ما عاوزة كلام. تمام والله حاجة بسم الله ما شاء الله. الله ماشي. أكبر. انزل طبعا كده. الارض بتتكلم أما عن تنزل كده نفسها. نشوف حلاوة الثوم والفول والبصل في انزل انزل توكل على الله. تعال. دي طبعا غنية عن التعريف شجرة. شايف شايف ده النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. ده بيتشتل ثاني هيتخلع ويتشتل. دي بسله وفول ايوه يعني، ومشكل خضار كده. شايف شايف البسله يا راجل، شايف الفول. بسم الله ما شاء الله. برضه حاجه دي قليلة تشكيله على عشان قد ياكل، البيت عشان يعني. ياكل منها توم بصل، يعني حاجات من ايه، خضار للبيت يعني كده تعالى يا أستاذ. ياكل منه. اهو بيطلع من المشتل وبيشتل بصله. الفكره بس انا بوريك ان جوده الارض وجودتها في الزراعه وانت ايه والارض بتزرع ايه. الفكره مش ان انا بوريك زراعه ايه، يعني هي زرعه ايه. انا بوريك انها بينفع فيها كذا وكذا وكذا، والارض فيها جودتها عامله ازاي. ايوه دي الفكره بس. ادي القمح بتاعها بسم الله تبارك الله. اه حاجه حلوه. ده الثوم يعني احنا بنوضح لك ان ايه اي حاجه تزرعها طبعا شغالة. الارض دي تنفع فيها بطاطس، ينفع فيها خضار طماطم، الحاجات دي كلها. أيوة. ينفع فيها البرسيم الحجازي، وبسم الله ما شاء الله ظاهر هنا اهوت وجودته عاليه كمان. مزروع فيها نخل ومنتج. تمام. طبعا النخل مقلمينه علشان خلاص احنا على وش موسم الطرح اهوت او التلقيح. تمام ماشي. تمام. يعني ربنا يبارك للشاري ان شاء الله لو في نصيب. الفدانين دول قمح وخضروات. وباقي الارض يعتبر برسيم عدا فدان النخل. ايوه او اقل من فدان شويه نخل تقريبا يعني. مش فدان كامل. دول 3 فدادين برسيم حجازي. والباقيين دول ايه قول ادي النخل هنا قول اهو. 4.5 كمان عشان فدان بتاع النخيل ده. طيب يعني نقولوا 3 وقول 5 على الناحيه الثانيه، يعني 8 برسيم حجازي في الارض دي. حوالي 8 فدان برسيم حجازي في الارض دي. ومنهم فدانين، فدان نخل وفدانين قمح وتشكيله كده. يبقى كده ال10. حاجه تبارك الله، حاجه بسم الله. حوالي لا هم حوالي 7 يا عصام، حوالي 7 برسيم. حوالي 7 برسيم يعني حوالي 7 برسيم. يا استاذي برضه حاجه تبارك الله ما عاوزاش تمام كلام. ماشي. تمام. نقول ايه يا استاذ؟ وفي كلب على البيع هناك. طار ورانا اول ما نزلنا الارض. والله العظيم. شايف طار ورانا اول ما نزلنا الارض. المهم حبيبي الغالي بص اسمعني، انا بجيب لك كل عروضه، فلو انت يعني مش هقول لك اشتري مثلا، او لو عاوز تشتري تحت امرك، بس شجعني. ازاي؟ بيقول لك الدال على الخير كفاعله. تشجيع منك لايك، كومنت جميل، شير، واخد بالك للفيديو، استفيد وفيد. انا بقول لك كده استفيد وفيد. انا بلف طول النهار عشان افيدك، فانت لازم تفيدني. تمام. وتفيد الاخرين، وكله له اجر عند الله. طيب سعر الفدان في الارض ديت على الحلاوه اللي انت شفتها كلها ديت 180,000 وقابل للتفاوض. تمام. 180,000 للفدان الواحد وقابل للتفاوض. والارض بينها وبين القريه حوالي 3 كيلو. 3 كيلو. بس كلهم اسفلت. كلهم اسفلت ما عدا الوصله الصغيره ديت حوالي 100 متر ولا 200 متر ديت الدخله بتاعت الارض. بس دخلة البير بمعنى اصح. لغايه هنا كلها اسفلت. دخلة البير بمعنى اصح. اشوفكم دايما على خير. اجمل تحيه مني للعقول الراقيه. السلام عليكم.